انت بتزرع ايه في ابنك وهو صغير؟ انا بسيب له التليفون عشان بيعيط. طب ما يعيط، مش بدل ما تعيط انت بعد كده. لا، كلنا على فكره كنا مشينا وفق العادات والتقاليد وثبتنا زي ما احنا، عمرنا ما كنا اتطورنا في حاجه. تسأل نفسك انا كنت محتاج ايه وانا صغير، وتبدأ تدي لاطفالك. ما بتحطش جوه روح تنافسيه، انت بتحط جوه روح الغيره الحسد. والحقد. بالظبط. بيدور دايما ان هو يدوس على الناس عشان يطلع. يبقى اه. ما انت لازم تقع، ما انت لو ما وقعتش انا هتعاير في البيت. دايما قول له انت عملت اللي عليك، النتيجة بعد كده مش بتاعتك. يعني احنا في زمن بقى فيه انعدام القدوه. خلاص انت اصلا انت اختصرت كل انواع الفشل تحت الجملة دي. لان الانسان عموما لو ما حطش في باله ان في حد هيحاسبه هيبوظ الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع جديد علينا شويه، عن التربيه. هو يمكن الموضوع بالنسبه لنا احنا مختلف او سابق لاوانه شويه، ان احنا لسه ما اتحطناش في الموقف دوت، لكن هو هيكون توعيه لينا للمستقبل ان احنا لما نتحط في الموقف ده ان شاء الله يعني نتصرف فيه ازاي. وبرضه احنا مش طالعين نقول نصايح للاباء والامهات، هو بس احنا بنناقش بعض كشباب ان احنا كتوعيه لما نتحط في الموقف ده نعمل ايه. وده بودكاست جديد من بدأ القهوة. وعايز أسألك سؤال بقى يا محمد، يعني ممكن نبدأ الموضوع بمثلا حاجة، ليه بنكرر مثلا اللي اتعمل فينا زمان رغم ان احنا عارفين ان هو غلط، او اسلوب التربية اللي احنا اتربينا بيه ممكن انت تكون ضده او مش معاه، لكن مع ذلك انت بتعمله تلقائي. بحس ان الموضوع له علاقة بالبرمجة العقلية بتاعتنا. اتبرمجنا واحنا صغيرين على الافعال دي. فانت ما بق... في اوقات انت بتعمل الموقف ده لان انت مش عارف رد فعل غيره. يعني انت شفت مثلا اهلك بيعملوا معاك كذا كذا. يعني مثلا انت لما كنت مثلا بتضيع فلوس أو الاهل عندك الرد فعل بتاعهم مثلا بيزعقوا لك، بيضربوك او حتى بيسكتوا. فانت رد الفعل بتاعهم ده، انت ما كنتش فاهم ان في ردود فعل تانية غير دي. فبدأت عقلك ياخده كبرمجة عقلية، يتحط في العقل اللاواعي ويتحط في العقل الباطن، فانت بقيت بتطلعه بشكل لا ارادي لما بيتكرر نفس الموقف معاك. فهو ببقى شايف ان هو بيبقى ليه علاقة بالبرمجة بتاعتنا احنا. بنتبرمج بأسلوب معين بطريقة معينة، فبتخلي ان احنا لما بنتحط في نفس الموقف بنعمل نفس الحاجة رغم مش اننا ان برمجة، احنا. طبع اللي اتطبع فيك. بالظبط احنا بنستنكر الموضوع جدا، يعني هنبقى كارهين القصة دي. بس انت اول ما بتحصل، عقلك هي اول ملف بيفتحه هو الملف ده. فانت اول حاجة بتعملها هو الحاجة دي، لان انت ما قدامكش اوبشن تاني. مع انك في اوقات كتير بتبقى عارف اوبشنات تانية بس لسه ما عملتهاش قبل كده خالص، فانت عقلك لسه ما عرفش ازاي هيعملها وازاي هيطبقها، او انت ازاي ايه العواقب اللي هتحصل بعدها. بس انت عارف انت العواقب اللي انت هتعملها بالحاجات اللي انت اتبرمجت عليها. عارف عواقبها ايه، عارف ردود افعالها ايه، عارف لما تحصل هتعمل ايه تاني. لكن لما انت تعمل حاجة جديدة بتحس ان انت الموضوع بيبقى مش روتيني. انت بتبقى عقلك متعود على الروتين شوية، فانت بنعمل دوت عشان هو مجرد روتين، مش مجرد ان هو صح او غلط. لا، هو بيبقى متبرمج ان هو ده رد فعل الصح في الوقت ده، فبيروح عامله. فانا يعني شايف انت ان نشأت اهلك معودينك على كده. يعني انت فعلا انت لما بتنشأ بيتعود على حاجة، بيبقى صعب جدا انك تغيرها. مش مستحيل بس بيبقى صعب. او ان انت بنتكلم ان انت مثلا كبتربي اولادك بتربيهم باسلوب انت مثلا انت احيانا على فكره انت ممكن ما تبقاش فاهمه. انت بتتصرف تصرف تلقائي لان انت مثلا اهلك ابوك او امك عاملوك بالشكل دوت. بس هو مش شرط يبقى مناسب، لان كل جيل ومختلف، كل طفل وليه دماغه وليه تفكيره في كل سنه في كل وقت من عمره بيبقى محتاج اسلوب معين او اسلوب مختلف في التعامل، مش اسلوب معين، بالظبط. اسلوب مختلف. بالظبط. انت فاهم؟ انت- فانت بتعامله بنفس الاسلوب ده كل مره لان انت اوريدي ده جواك تلقائي، انت اتربيت كده يعني في اصلا اباء وامهات بيتعاملوا مع ولادهم بشكل طويل الامد ان هم لسه عيال صغيرين. اه. انت ما اديتلوش مساحة ان هو يبقى كبير اصلا. فهو لما بيقعد في حاجة مضطر ان هو يبقى كبير فيها، بيطلع متصابي، مش كبير. مش عارف يتصرف. اه انت ما حطيتنيش في الموقف ده قبل كده، عشان كده بقول لك انت لما تتحط في موقف انت عارفه بيبقى اسهل جدا على عقلك ان هو يديك رد فعل اسهل من انت تديله موقف جديد لسه هيدور له بقى على ردود فعل وكلام وكل الكلام ده. فعشان كده هو بيبقى بسبب البرمجة العقلية. وخليني برضو اسألك، يعني هل سهل انك تعترف ان انت إيه، يعني نقول اتربيت بطريقة غلط او تربيتك كانت محتاجة مراجعة؟ مش غلط كلها بس في حاجات فيها كان محتاجة مراجعة مع مش اولادك مش مع نفسك. مش هقول غلط، يعني كده كده طبيعي، يعني انت انت مش هتسلم من الخطأ، يعني او اهلك مش هيسلموا من الخطأ مثلا، حتى ان هم احيانا تصرف غلط في تربيتك او حاجة.
مش تصرف غلط في تربيتك اللي هو عمل لك حاجه وحشه، لا ايوه، يعني زعلك مثلا غصب ربوك عنه. باحسن طريقه هم كانوا عارفينها ممكن. بالظبط او في الوقت دوت اه. في وقتهم. مم. فانت لازم تكون من جواك كده مدرك ان انت كل جيل وليه اسلوب تفكير. يعني انت دماغك انت شخصيا غير دماغك الصغير غير دماغ اخوك الكبير. كل واحد فيكم دماغ مختلفة تماما وليه اسلوب مختلف تماما في التعامل وفي التقبل. فانت لازم عندك شجاعة ان انت لا انا مش هربيهم بالشكل اللي انا اتربيت عليه او الاسلوب اللي انا متعود عليه حتى لو كان عادي. انت بتمشي وفق عادات وتقاليد. آه لو كلنا على فكرة كنا مشينا وفق العادات والتقاليد وثبتنا زي ما احنا، عمرنا ما كنا اتطورنا في حاجة. ما هو كله عمرك هيبقى ما كنت. روتين. والفكرة ان هم تلاقي ناس من اهلك بيستنكروا ده في الاول، ان انت مجرد ان انت خرجت من روتين، مجرد ان انت خرجت من زون التقاليد بتاعهم، انت كده انت بتعمل حاجة مش صح وبتعمل حاجة مربكة. زي ما انت قلت في الاول كده، ان انت لما بتيجي تعمل حاجة جديدة بتحس في البداية ان بالخوف او شك كده، شك مجرد ان انت هتبقى مختلف عن اللي حواليك بتحس بشك، هل ده كده صح ولا هل ان انا آم، اعودهم على اسلوب جديد من التعامل انا شخصيا ما كنتش متعود عليه او مختلف عن اهلي عن ابويا وامي. لا ما هو انت لازم تغير من دوت من نفسك عشان تقدر تتعامل معاهم بالشكل الجديد دوت. لان الجيل الجديد مثلا مختلف، مثلا الجيل الحالي السوشيال ميديا والكلام ده كلها نشأ عليها مأثرة عليه بشكل كبير جدا. طفل من دول مثلا قاعد ما بقتش الموبايل بتربيه لوحدك، ده بقيت بتربيه انت وشويه على النت. مجتمع كله في السوشيال ميديا كلها اه، بتأثر عليه، بتربي على الحاجات بتربي على الفيديوهات اللي ابنك. بيشوفها. فاهمني؟ فكل دي حاجات بتأثر. فانت ما تقولش احنا اتربينا كده فانا هنربيه كده، والضرب والعنف او اسلوب كلام معين كان انت اتربيت عليه كده، ده كان زمان، كان الوقت ده في الوقت ده كان عادي، او ما كانش هيحس، ما كنتش هتحس ان انت مختلف، انتوا كلكم كده. لكن الجيل الجديد مختلف عنك، الجيل اللي هم عيالك مختلفين عنك، مش تربيهم بنفس الشكل. لازم تفتح دماغك معاهم شويه، مش قصدي حاجه، بس هي لازم فعلا ان احنا نفتح دماغنا مع الجيل اللي طالع، اللي هو احنا منهم، بس احنا يعني هنا اواخره او بداياته. احنا اتربينا شويه من غير تليفونات، واتربينا شويه من غير لاب وكل اه الكلام ده. فاحنا نتكلم بقى على الناس اللي هي اصلا اطفال، اللي هي من دلوقتي من سن تقريبا 3 سنين بيمسكوا التليفون. فدول هما بيخش لهم افكار انت ممكن ما تكونش عايزها فيهم، بس هي انت مضطر لها، لان هي خلاص هي بقت امر واقع، بقت موجوده. وهم بحكم ان هم ماسكين التليفون وانت سايب لهم التليفون. برضه عايزين نقف في حته سايب لهم التليفون دي، لان انت ب- بعض الاباء والامهات بيريحوا دماغهم. اه انا بسيب له التليفون عشان بيعيط. طب ما يعيط، مش بدل ما تعيط انت بعد كده يعني. والله بجد، اصل هو بيعيط دلوقتي ان هو مخه ادمن التليفون. دي بتبقى اعراض انسحاب. ده انت هو ما بداية كده من اه بسم ما الله الرحمن الرحيم. اه هو بدأ والله بجد، والله بشوفها قدام عيني. بيبقى اطفال بيبقى ماسكه التليفون، اول ما تاخد منها التليفون تقعد تعيط طول اليوم. تصحى تاني يوم تقول لك فين التليفون، ما تدولهاش، تعيط تاني. لو لو خلاص بقى مكرر. فانت لما انت تريحي دماغك دلوقتي من عياطه، هتعيطي انت بعدين، هتعاني معاه بعدين، عشان هو خلاص هيبقى اتعود على روتين معين، على نمط معين، وانت خلاص بتحرميه منه بقى. الوصف اللي انت وصفته يعني ضحكني شوية. طفل أدمن حاجة وأعراض انسحاب. اه. تليفون عايز تليفون. والله هي نفس الادمان بالظبط. اصل هو الادمان ايه غير ان انت بتبقى متعود على حاجه فتره زمنيه طويله جدا، وبتيجي تبطلها تحس باعراض انسحابها اللي انت محتاجها. فبتبدا بقى تكسر وتدغدغ وتصوت وتعيط وتعمل كل حاجه. هي نفس الموضوع القصه بيبدأ معانا بالظبط. بدري بقى. هي نفس القصه بالظبط، بس هو بدأ ما يدمن حاجه في المستقبل كبيره. يعني بعد الشر عننا وعن كل اللي بيسمع. ادمن حاجه صغيره انت كنت فاكرها صغيره، بس هي كبيره جدا. التليفون ده مش حاجه صغيره، التليفون ده مش حاجه عابره. ده التليفون ده يا اما هيصلحه، هيصلح الجيل، يا اما هيبوظه. اه فانت لما تسيبي له التليفون على الفاضي وعلى المليان يتفرج على الريلز، يقلب يتفرج على اللي هي اصلا بتبوظ دماغ الناس الكبار، تخيل هتعرف هتعمل ايه في ابنك الصغير. طب ممكن برضه في حاجة زي كده أسألك، يعني مننا اتكلمنا على العادات أو قلنا بقى دي حاجة مختلفة لازم تتصرف بشكل مختلف غير العادات اللي أنت متعود عليها. فإيه الفرق بين التربية بالتوعية الجديدة وبين التربية بالعادات؟ التربيه بالعادات متعوده انك بتكرر، بتعمل نفس الحاجه مره تانية، بيحصل نفس الموقف فبتعمله تاني. هو ابنك زي ما قلت ضيع فلوس، فانت ما قدامكش اوبشن ان انت غير انت يا اما تضربه يا اما تزعله. ده اللي حصل معاك.
فانك تعمل حاجه تانية تقول له فداك يا حبيبي بس خلي بالك بعد كده ومش عارف ايه. طبعا فيها وقت لازم تضربه، بس انا بتكلم في بتكلم في حته معينه اللي هي، فانت لازم بتكرر معاه. فدي التربيه بالعادات، لو انت بتعمل نفس الحاجه. هي العادات اصلا تكرار، هي جات لنا وصلت لحد هنا بالتكرار. اه اللي قبلنا كانوا بيعملوها فدلوقتي بقى بيعملوها، فقصدي زمان كانوا بيعملوها فابوك وامك بقوا بيعملوها فانا بقيت بعملها. بيكرروها معاك فخلاص فهي بقت بالتكرار. فالتربيه بقى اللي هي بالتوعيه، ان انت بتسال نفسك يعني سؤال يعني قد يكون بسيط بس هو كبير: هل اللي انا بعمله ده مفيد فعلا لابني ولا هيأثر عليه بالسلب؟ هل ده صح ولا غلط؟ على فكره هو مش عيب تسأل كده. انت متحكم في البيت، انت راجل البيت، او انت ست البيت، بس انت برضو مطلوب منك ان انت تفكري في مصلحة ابنك وبنتك اكتر من نفسك. انت كده كده متحكمة، وانت كده كده متحكم في البيت. فما تخليش التحكم ده يبقى سلبي. ما تخلوش بدل ما هو انت بتعلمه الصح من الغلط بتديله ده فرض وامر: اعمل ده. طب ما هو ممكن هو ما يكونش. على فكرة في حاجات كتير احنا عملناها مش مقتنعين بيها واحنا صغيرين. اكيد. مش مقتنعين بيها ولا بنسبة 1%. احنا بعد كده استوعبنا ان هي صح، بس احنا في وقتها ما كناش مقتنعين بيها، كنا محتاجين نقتنع بيها. كان ده فعلا اللي كانوا بيعملوه معانا، اللي هو كانوا بيقولوا لنا الحاجه ولما بيقنعوك بيها فخلاص طب ماشي يلا هجرب. لكن لما تفرضها عليا انا وانا بعملها ابقى مستنكرها، في اي لحظه هيجيلي مساحه ان انا ابطلها هبطلها. فعشان كده انت لازم تسال نفسك: انا فعلا بفيد ابني ولا بربيه باسلوب انا اتربيت بيه وخلاص، ما هو او انا برضو شفته اسلوب وخلاص؟ اتربيت فيه، او حته التربيه بالعادات ديت. في حاجات مش معنى لكلمه انها عادات انها حاجه سلبيه. في حاجه اسمها برضه ثوابت ومبادئ. انت برضو المبادئ دي بتتوارث من اجيال طول السنين، زي ما المبادئ الدينيه والاخلاقيه لا دي حاجات ثوابت، دي ما دي بتتغيرش، بس انت ثوابت برضو بتصيغها له بشكل مختلف. بالظبط. يعني انت آه ما تقولش ان انا لما اتربيت بالحاجه دي فانا طلعت كويس فابني هيطلع كويس. اه مش ضروري على فكره. انت دماغك مش زي دماغ ابنك ممكن بالذات ابنك يكون الصغير. المبدأ صح. اه انت فعلا انت المبدأ اللي انت بتتكلم فيه صح، ان انت هتكلمه في المبدأ دوت او تعلمه الحاجة ديت. بس الفكرة بقى في الاسلوب نفسه. هو اسلوب لازم بيتغير من جيل لجيل، من ابن لابن. مش هقول لك من جيل كأب وجيل لابن، لا، من بين وبين عيالك التلاتة او بين عيالك عموما هتلاقي تحس الموضوع بيختلف. بالظبط. عشان كده بقول لك هو انت مش ضروري ان انت عشان بقيت كويس وبقيت تمام وبقيت الموضوع مشي معاك وخلاص وصلت لبر الامان ان انت ما تاثرتش بيه سلبيا، خلاص مش ضروري ان هو ابنك كمان يستوعب ده على فكره. هو ممكن يتاثر بيه سلبيا، ممكن يجيله اكتئاب بسبب، اه يطلع مريض نفسي بسبب حاجه انت اصلا مش واخد بالك انك عملتها. ممكن بقى الحتة دي تدخلنا في حتة تانية بقى. أنا كنت عايز اتكلم فيها في حتة اللي انت بتزرعه فيه وهو صغير بقى. انت بتزرع ايه في ابنك وهو صغير؟ خليك بس مقتنع بحاجة: اللي انت بتزرعه في ابنك ده، خصوصا في الصغر ده، يعني زي ما مقولة كده بتقول، يعني التعليم في الصغر زي النقش على الحجر. ده بيتزرع مع طول حياته. بيبقى صعب جدا يتغير. جدا. فابنك بيطلع بالنسخة اللي انت بترسمه فيها. يعني انت حطيت ابنك في زون معين او رسمته بصورة معينة، هو هيطلع بالصورة دي على فكرة. انت لان فاشل. انت بس خلاص ان انا انت مش محتاج اشرح لك بعد كده ايه انت اللي في هيحصل. في في مثلا اهالي انا شفتهم على فكرة، يقول لك اصل انا ابني غبي شوية، بس انا هو انت عارف ذكاؤه. المشكله في ايه؟ ان هو بيبقى عارف ان ابنه ذكي جدا، بس هو بيقول كده عشان زي ما بيقولوا كده ايه، بغزي العين عنه. تغزي العين عن ايه يابا؟ ما هو كده، هو لو اقتنع ان هو غبي فعلا هو هيبقى هيتعامل غبي كده. في هو خلاص، هو بيعامل نفسه معاملة الغبي. هيجي يفكر بعد كده يحل مسألة مثلا رياضة او حاجة مثلا تانية بيعملها في الدراسة بتاعته. لا انا غبي مش هعرف احل دي. بس هو غبي، اصل هو مش جميل. يعني الموضوع ده بيضايقني مثلا. هو مش حلو، اسمراني كده وشعر مش عارف ايه، ويبدأ يتكلم مش على ابيض ابنه. وملون كده وبتاع. ب... والله العظيم الطفل بيبقى واخد معلومات، بيبقى فاكر فعلا، بيعيش طول حياته كلها ان هو مش حلو، فقد ثقة في نفسه. انا دايما بقول جملة ان هو الابن بيفتكر رد فعل الاب والام اكتر من الموقف نفسه. ده حقيقة. يعني انا مثلا في النتيجه بتاعه الامتحان لما بتطلع، هو ما بيفتكرش نتيجه الامتحان. يعني انا ممكن لو سالتك انت نتيجه الامتحان بتاعك في سته ابتدائي ايه، هتقولي مش فاكر انا دخلت سته ابتدائي اصلا. اه بس هتبقى فاكر انت ساعتها ايه اللي حصل، هتبقى فاكر الموقف اللي حصل ايه. رد الفعل. انت يعني اللي شاف النتيجه اول ما شافها قال لي كذا، صاحبي قال لي كذا، قريبتي قالت لي كذا، امي قالت لي كذا بص، الطفل كذا. عموما فهو كده. بياخد انطباع عن نفسه من اهله. اول انطباع ومعلوماته عن نفسه هو بياخدها من اهله ومن ابوه وامه. فانت لازم بتركز، انت بتزرع فيه، او انت
انت زي والله زي بقول لك كده، انت بتحطه في صوره ايه، انت بترسمه ازاي، هو هيبقى كده والله. والله حتى لو هو فعلا مستوى ذكائه مش عالي، بس هو هيصدق نفسه لان انت شايفه كده، وهيعامل نفسه معامله ان هو فعلا ذكي او فطين او كده، وهيبدا بيتعامل مع المواقف بيفكر ان هو ازاي يتعامل في الحته اللي انت حطيته فيها. ويمكن اضرب مثال بحاجه زي كده لقصه كنت قراتها في كتاب العادات الذريه. يعني الكتاب ده عبقري يعني. كان في قصه بتتكلم عن العادات اللي بتاثر عليك بشكل لا واعي، بتتكلم عن حته التربيه. ففي قصه الكاتب ذكرها آه، عن اب وام، هم كانوا بيحبوا الشطرنج جدا. هم مش ما كانوا لاعبين هواه، ما بالظبط. كانوش محترفين مم. يعني، ما كانوا لاعبين شطرنج، بس كانوا هواه، ما وصلوش لدرجة الاحتراف في الرياضة. بس هم خدوا عهد على نفسهم، وكده كده حب الرياضة ده المشترك ما بينهم، خدوا عهد على نفسهم ان هم هيربوا عيالهم كلهم على حب الشطرنج على الرياضة دي عموما يعني. تمام. خلفوا 3 بنات. ال3 بنات من صغرهم، من اول حاجة اتعلموها في حياتهم شطرنج. حياتهم كلها عبارة عن شطرنج. في بنت فيهم تقريبا وهي 9 سنين خدت بطولة العالم. وال3 بنات لما كبروا بقوا جراند ماستر. جراند ماستر دي اعلى فئة في الشطرنج. فدي حاجة مرتبة عالية جدا بسبب النشأة اللي هم نشأوها. اهلهم صدقوه. اهلهم صدقوهم وزرعوا فيهم انت جراند ماستر، انت هتطلع بطل شطرنج. انت كان من صغرك ما هو بيعاملك معاملة الذكي. وفعلا فعلا هم التلات بنات يعني، مثلا مش واحدة طلعت فلتة، لا ال3. واللي عايز بقى الفت نظره في الموضوع ده بقى مش كده وبس. لما جم قاسوا معدل ذكاء ال3 بنات وابوهم وامهم، يعني معدل ذكاء ابوهم وامهم كان عادي، ما كانش مرتفع، لا كان متوسط عادي. معدل ذكاء ال3 بنات كان مرتفع جدا، فارق عن ابوهم وامهم. يعني لعبة الشطرنج من الالعاب اللي بتنمي مهارات الذكاء عندك والنسبة دي. تمام. فهم نسبة الذكاء عندهم اعلى من ابوهم وامهم. فدي حاجة تلفت نظرك برضو ان ده بيأثر على جيناتهم. اسلوب واللي انت الطبع والنشأة اللي انت نشأتهم فيها، دي مش بس بتأثر على فكرهم، دي كمان بتأثر على جيناتهم. ما هم جابوا الذكاء ده منين؟ جابوا النسبة دي يعني، كانت ممكن تضرب في واحد منهم مثلا يطلع نسبة ذكاء عالية، مش وارثها من ابوه وامه، من بالظبط. ابوه وامه. لكن ال3 طلعوا كده. ال3 طلعت نسبة ذكائهم فارقة عن ابوهم وامهم. ده بفضل العادات اللي هم ربوهم عليها، والصورة اللي هم حطوهم فيها غيرتهم 180 درجة. بقوا اشخاص تانيين مختلفين عن اهلهم نفسهم، وتحس ان بقى ليهم جينات وراثية خاصة. عشان هم اهلهم صدقوهم. هم اول ما اتنشأوا كده. بالظبط هم طلعوا لقوا في ناس بتزق، بتساعد، بتصدقهم، بتقول لهم انتوا كذا. ده مش احسن منك ان عمل ده، ده مش احسن طب ما هو فعلا هو مش احسن مني فعلا، بس اعملها ازاي؟ اه. ما تقارنيش بقى، ما تحطنيش في مقارنة معاه. يعني ما تقوليش ان هو اصل ابن خالتك. مش عايز اقولها، المقارنة اللي هي الروتينية بتاعت الحياة عندنا، اللي هو انت بص ابن خالتك جايب كام، وبص ابن عمتك يعني احسن ناس. او ما اصحابك. يجيبوا ايه المشكلة، اصحابي النتيجة طلعت. هو ما بيشوفش انت جبت كام، وريه اصحابك جابوا كام الاول وانت جبت يعني كام هما لو الاول. صحابي مثلا جابوا 60% وانت جبت 70، فكده انت جامد بالنسبة لهم. لو صحابك جابوا 90 وانت جبت 89، كده لا. حصل. هو انت كده مش مقتنع بنجاح ابنك اصلا، انت كده بتدور على نجاح اللي حواليك، فبتحاول تطلع ابنك فوقيهم. انت كده بتخليه بيدور دايما ان هو يدوس على الناس عشان يطلع. يبقى احسن من الناس. حتة بص، الفكرة ان هم شايفينها حتة تشجيعية، بس الموضوع ده بجد سلبي بشكل لا تتخيله. انت فاكر ان انت زي ما انت قلت كده، ان انت هم بيبقوا فاكر ان هو بيشجعك. تمام. فيبدأ يقارنك باللي حواليك. بص ده جاب مجاميع عالية ازاي. انت فاهم، هو بيقيس فرحته هيفرح بيك امتى بالنتيجة مثلا، لما يشوف اللي حواليك عملوا ايه. بغض النظر عن النتيجة اللي انت جبتها، لا هيشوف لا انت اعلى فانت تمام، انت اقل لا انت كده ضايع. انت لو مع انك جبت ممكن تبقى ممكن انت جايب 95 مثلا او اه 98، بس ده جاب 100%، انت ما جبتش 100% زيه ليه؟ مع انك انت اصلا انت مش محتاج تجيب ده كله. يعني انت بتبقى عايز مثلا تخش هندسه، اه. فالهندسه من كذا، فانت لو جبت كذا هتخش، لا انا عايزك تجيب فوق ده عشان ده جاب فوق. السلبي الوحش في الموضوع بقى، او انت فاكر ان انت بتعمل حاجه حلوه فيه، بتزرع فيه روح تنافسيه او روح التشجيع عشان يطور من نفسه. لا انت بتشجعش، ما بتحطش جوه روح تنافسيه، انت بتحط جوه روح الغيره الحسد. والحقد. بالظبط. انا اسف، احنا وانت اصحاب دلوقتي. نفترض ان انا وانت يا عم اصحاب، مش هقول لك بقى ولاد عم ولا حاجه، لا يا عم سيدي احنا اصحاب، واهلنا برضو اصحاب وكده. فانت دايما
انت جبت ايه؟ انت بتقارني بمحمد مثلا جاب 90 وانت جبت 89 ولا جبت 5، جبت 80 يا عم. محمد قدراته اعلى مني. محمد قدراته العقليه ربنا خلقه كده، واهله بيدعموه بدعم غير اللي انت بتدعمه لي. ما انت اصلا انت مركز مع اللي حواليك، انت مش مركز معايا انا. ما انت انت لو مركز معايا كنت ممكن اجيب 95 على فكره. هطلع احسن ما جوايا اه وبمراعاة قدراتي اللي ربنا خلقها فيا. انت فاهمني؟ بالظبط. آه. بس هو محمد يا سيدي ربنا موفقه عني وربنا كرمه عني وقدرات وكل حاجه، ربنا يبارك له. جايب مثلا 90 وانا جايب 80. بدل ما انت بتيجي مثلا تشجعني وتشوف انا ليه جبت 80، لا انت تبدا تقطمني. بص ده، بص ده عمل ايه. كل ما حد يعمل حاجه، يوصل لحاجه، يعمل حاجه في حياته، بص ده عمل ايه وانت عملت ايه ومش عارف ايه. يعني انت بعد كده بقى لما اجي، حتى نفترض ان انا كطفل سلمت بقى دماغي ليك، كابويا يعني، سلمت دماغي ليك وان انا لازم اجيب اعلى من محمد. طب وبعد ما اجيب اعلى من محمد، انت لازم اصلا كأب يعني خلص. مش طيب انا حته ان انا اجيب اعلى من محمد. فانا هبدا ان انا، وانا ببدا ان انا هدفي دلوقتي ان انا ابقى اعلى من محمد، مش هدفي ان انا ابقى اجيب درجه عاليه، لا انا هدفي ان انا ابقى اعلى من محمد. فانا عشان اجيب درجه اعلى من محمد لازم محمد يقع. فانا هحاول اوقع محمد الاول. هتمنى من جوايا، وحتى لو انا ما عملتش كده هتمنى من جوايا يبقى في حقد جوايا، لا ان هو واعي. ان الشخص يقع. لا واعي ان انا بتمنى لك الشر. اه ما انت لازم تقع، ما انت لو ما وقعتش انا هتعاير في البيت. وانت الحته اللي انت قلتها ان هو علمته، زرعته جواه من هو صغير بالشكل اللاواعي ان هو ازاي يصعد على الاخرين، عشان يعمل حاجه، عشان يحقق حاجه، عشان يجيب درجات عاليه لازم اللي حواليه يقعوا. ما دي هو كلها بالظبط. هو بس انا دام ثقه بالنفس. وانا اصلا ببص ان انت لازم اولا تحسس ابنك ان هو كفايه جدا. كفايه هو بص لابنك انه احسن واحد في الدنيا، عشان يبص لنفسه ان هو حد كويس، عشان ما يطلعش على الاخرين زي ما انا كنت لسه بقول من شويه. ما هو لو طلع على الاخرين كده هو مش هيبقى حد كويس. مستحيل يبقى حد كويس يطلع على حد. لازم تحط جواه ان هو حد كويس من غير ما يأذي حد، من غير ما يتمنى له الشر، من غير ما يقارن نفسه بيه. عشان لو قارن نفسه بيه هتلاقيه بيعمل سلوك عدواني، اللي هو عدواني. فعلا هو بيأذي. فهو احترم قدراته. انت ممكن تقارن ابنك بواحد فعلا جايب 95. احنا بنقارن طبعا 95 و80 والثانويه عامه عشان ده الروتين اه. الاهالي. بيبقى جايب 95، هو قدرته 95، جايب 95. ابنك مش قدرته كده. احترم قدرات ابنك. هو ممكن يكون شايف نفسه اصلا مش في ولا طب ولا هندسه اصلا، ممكن يبقى حاجه تانية. فهو محتاج حاجه اقل من 95. ليه هو يجيب 95؟ عشان يرضيك. ليه؟ عشان يرضي عيون الناس اللي انت اصلا بتدور في الرضا على عيونهم. يروح جايب 95. انا مش محتاج ال 95 اصلا. انت حاطط الفخر بابنك في الفخر بين عيون الناس، ان انت تفخر وبابنك قدام الناس. لا، افخر بابنك بينك وبينه، افخر حسسه ان هو بابنك عموما. ف... حسسه ان هو فخور بنفسه، ان انت فخور بيه عشان انت فخور بيه هو، مش عشان الناس، عشان تبين الناس ان انت فخور بيه. ان انت فخور بيه وتقول لهم تعالوا بصوا انا فخور بابني ازاي. انت كده عايز تفخر بالناس مش تفخر بابنك. بالظبط. انت عملت. دايما قول له انت عملت اللي عليك. النتيجه بعد كده مش بتاعتك. خلاص دي طلع الموضوع طلع من ايديك. انت ذاكرت وعملت اللي عليك ودخلت الامتحان وحليت وطلعت من الامتحان. بعد كده مش في ايدك اصلا. ده بتاع ربنا بقى. هو مم. كله بتاع ربنا، بس طبعا الحاجات الغيبيه دي مالناش دعوه بيها. النتيجة عموما. اه النتيجه دي حاجه غيبيه مش بتاعتنا. فلما تيجي النتيجه ما تقطموش بقى. يعني ما تقعدش تقول له مش لو كنت بقى ذاكرت لك ساعتين كمان. طب ما انت كنت راضي ان هو ذاكر كويس يعني، ولا هي النتيجه اما طلعت غيرت جواك ان هو ما ينفعش بني ادم اصلا، ولا ايه؟ فبرضو احنا برضو عايزين يعني، هل الجمل البسيطه اللي احنا بنقولها لاولادنا في سن معين بتأثر فيهم على المدى الطويل؟ اكيد. يعني بتأثر بشكل اكيد، ما ازاي؟ ده او ده ايه ده نوع اللي الكلمات اللي انت ممكن تكون فاكرها؟ ما ده اللي احنا قلناه لسه بنقوله مثلا اهو حته مثلا ان انت بتصفه مثلا ان هو انت غبي، انت بتفهمش الحاجات دي كلها. انت مش نافع. انت مش الجمله الدارجه في مصر بجد اقسم بالله. انت مش نافع. انت مش نافع خلاص. انت اصلا انت اختصرت كل انواع الفشل تحت الجمله دي. على فكره يعني هو ابنك زي ما قلنا بيفتكر رد الفعل بتاعتك. يعني انا اعتقد انا وانت لما جبنا النتيجه في ثانويه عامه، احنا مش هنقارن طبعا بالحاجات دي اللي هي الناس اللي بتجيب 95 والحاجات دي. احنا كنا جايبين اقل منهم انت بكتير. احنا طول كنا. حياتك عموما يعني. بس احنا في الوقت ده انا فعلا انا فاكر رد فعلهم. انا مش فاكر ايه اللي حصل في النتيجه، ولا فاكر انا عملت انت ايه، في ولا كل ذاكرت، ولا الامتحان كان شكله ازاي. في كل نتيجة في حياتي عموما انا فاكر رد فعل كل انا اللي مش حواليا. فاكر بالظبط. انا مش فاكر ايه اللي حصل في الامتحان، ولا فاكر الامتحان، ولا فاكر ايه اللي حصل في الثلاث سنين بتوع 3 سنين كلهم. انا مش فاكر بالتفاصيل. يعني في حاجات فيهم فاكرهم عادي، بس مش فاكر ان انا ايه اللي حصل فيهم كمغامرات.
فانا فاكر النتيجه اللي حصلت في الثانويه العامه جت ازاي، ونتيجته ورد فعلهم كان ايه، وموقفهم قدامي كان ايه. فدي الحاجه اللي مش ابنك مش هينساها. دي اللي انا فاكره، وده اللي انت فاكره، وده اللي اي حد هيبقى فاكره. فانت خليك فخور بابنك، قول له انك عملت اللي عليك وخلاص على كده. ما تخلوش بقى تحطش تقول له انت مش نافع، انت مش ممكن مفيش برضو يعني منك. ازاي نعلم اولادنا ان هم يعبروا عن مشاعرهم. دي بص، مساحة برضو بينك وبين ابنك يعني. المساحه اللي انت محتاج تديها لما تسأل نفسك انا كنت محتاج ايه وانا صغير، وتبدأ تدي لاطفالك. يعني انا دايما انا قلتها قبل كده في اول حلقه وهقولها تاني، انا كنت الشخص بعرف اعيط قدام حد خالص خالص، كان عندي فوبيا من الموضوع ده. فابتديت ان انا لما كان مطلوب مني ان انا اعيط قدام ناس معينه كنت بكتم العياط ده، ولما كان مطلوب مني ان انا ما اعيطش قدام الناس دي كنت بعيط. كنت قبلها بفتره اصلا كنت كتوم جدا، فانا لما كنت احب اعيط كنت احط وشي جوه المخده واديها، خلص عياط واخرج لهم عادي. فانا لما اكبر ان شاء الله واخلف، فهخلي ابني يعترف بضعفه او بعياطه قدامي، هديله مساحته ان هو يتصرف على طبيعته، ما يكتمش مشاعره ايا كانت ايه هي. ليه؟ عشان بعد كده لما يكبر ما يبقاش فاكر ان انا ما كنتش عارف اعبر عن ده. على فكره ده مش عيب من الاهل، عشان تبقى فاهمين النقطه دي. ده مش عيب من اهلي، انا اهلي كانوا منفتحين جدا ان انا اعبر قدامهم. بس انا كان في حاجز كده، كنت دايما انا ما بعرفش ابين ان انا ضعيف قدام حد، والعياط ضعف. انت اخر اه، اعتراف ان انت خلصت طاقتك هو العياط. فانا ما بعرفش ابقى ضعيف قدام حد، فانا هديله مساحه ان هو يقول لي انا زعلان ليه. يعني انت زعلان قول لي زعلان ليه، يلا نحل سوا. عايز تعيط عيط، خلصت عيط يلا بقى نحل. مش هسيبك مش هسيبك غير لو احنا حلين الموضوع. فهديله مساحه ان هو يبقى بني ادم معايا، مش هديله مساحه ان يبقى مثالي. مش عايزه يبقى مثالي، لان لو بقى مثالي انا مش هعرف اتعامل معاه كأب وابن بقى. يعني انا هحاول بقى اطلع له بقى، اطلع للمثاليه بتاعته. فمش هخليه مثالي، عشان هو هدور بقى كده بقى هو جاب كام في المية، وما تعملش ولازم تبقى زي ابن خالتك وابن عمتك، وهبدأ بقى اعمل نفس خلي في مساحة الروتين. مساحة شخصية بينك وبين ابنك بالظبط، او يعني. نبقى اصحاب. مساحة صحاب، اه. نبقى في الوقت اللي احنا فيه اب وابن نبقى اصحاب. نبقى في الوقت دوت احنا قادرين في اي وقت من الاوقات نرجع لبعض. قادر ترجع لي في وقت ضعفك، وقادر ترجع لي في وقت قوتك، وقادر ترجع لي في وقت فخرك، وقادر ترجع لي في اي وقت. ده اللي احنا بنعمله اصلا كاصحاب. يعني احنا كاصحاب احنا بنعرف نقابل بعض في اي عشان وقت. هو ما يدورش على ده بره. اه، يعني انت اي حب ابنك هيفتقده منك هيخرج يدور عليه بره. اي مشاعر مش هيلاقيها في البيت عندك هيخرج يدور عليها بره. فلازم برضو نحط النقطه دي قدام عينينا، انت مش عايز حد يطلع يدور على حاجه بره، انت عايز تديله كل حاجه عشان لما يطلع يبدا هو يدي الناس، مش ياخد منه. متفق معاك جدا بصراحة في حتة ان انت لازم يبقى في مساحة شخصية ومساحة صداقة بينك وبين ابنك. فعلا بتأثر وبتفرق عشان ما يخرجش يدور على ده بره. طيب خليني اسالك بقى، هل الضغط، هل قصدي الزعيق والغضب والانفعال بيبقى من علامات التربيه ولا من علامات الضغط النفسي؟ يعني انت كده بتربيه فعلا ولا انت مضغوط نفسيا هي انت فبتطلع غلبك ممكن فيه؟ انت كإنسان وكأب مثلا، آه، متحمل مثلا مسؤولية أسرتك كاملة وعيلتك. أكيد الموضوع ده ضغط عليك، الموضوع مش سهل. المسؤولية عموما حاجة تقيلة، خصوصا لما انت تكون رب الأسرة. بس مش صح ان انت تطلع الضغط ده بقى على عيالك. يعني هو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه ان انت مخلص شغل تعبان مثلا تطلع قالب وشك؟ بيعاملوه معاملة الأب ده حظر، خلاص راجع من الشغل محدش يكلمه، محدش يتعامل معاه، محدش يبص في وشه. بيهربوا اصلا، بيبقى عاملين نفسهم نايمين. طب انت هتحط مساحة الصداقة اللي بينك وبين عيالك دي امتى؟ مش نافعة خالص، ما ينفعش. لازم تفصل ما بين ده وده. او عموما بقى برضو من حياتك خلاص، سيبك من الشغل، اي مشكلة في حياتك ما تطلعهاش على عيالك، ما تطلعهاش على اهلك، على مراتك. يعني هما ذنبهم ايه؟ انت لازم تبقى واعي ان انت تفصل ما بين مشاكلك وبين حياتك، وخصوصا عيالك. لان هو مش هيقدر كده، هو مش فاهم كده. انت ممكن زوجتك تقدر ان انت تعبان، مضغوط، كل الكلام ده، لكن انت ابنك مش فاهم اي حاجه. هو كل اللي ابنك شايفه عايزك اب، ما هو يعرفش انت كل شغال كل اصلا. اللي شايفه قدامك، كل اللي شايفه قدامه ان انت مكشر وبتتعامل معاه بغلظه او باسلوب يخوفه منك. فده مش احسن حاجه هيكون تعامل بينك وبين ابنك خالص، ان هو خلاص خاف منك ومفيش ثقه. انت فاهمني؟ برضه في المواضيع اللي بتضايقني جدا في الحته ديت، في الكوره. فريقك خسر، هتنكد على البيت كله.
ايه يا عم شغل العيال ده؟ الموضوع ده بيضايقني لدرجه، والله والله بجد كنت مسافر من اسبوع مع اصحابي، واحنا راجعين كان يوم ماتش الاهلي، والاهلي خسر. احنا كنا قاعدين انا واصحابي بنتكلم في العربيه عن الماتش وبتاع، فكنا راجعين خلاص من السفر، فطلعت ست كبيره، طلعت ركبت معانا، كانت باين عليها مبسوطه جدا، يعني كانت مبسوطه وجايبه حاجات لعيالها وهي مروحه وبتاع، كان شايله حاجات يعني وكده. وشافتنا بنتكلم عن الماتش، فبتسالنا كده بحماس الماتش خلص كام. كان نفسها تقوله اه الاهلي كسب ولا الاهلي حاجه. عمل ايه؟ فقلنا الاهلي خسر. قلبت وشها، قالت وشها قلب، يا انا كده جوزي هينكد عليا، الدنيا باظت مش عارف ايه كده، خلاص انا هروح اتجنبه وملناش دعوه فبقول لها ليه؟ بتقول لي لا انا كده خلاص، انا بس سالتها يعني، تقول لا هو كده خلاص ما حدش يكلمه بقى، خلاص بقى كده ده انت هخش. انت في هو نفسه هو هيقعد في الصاله كده محدش يكلمه، واحنا خلاص بقى كل واحد فينا يخش ينام. طب بوظ هي مثلا كانت مروحه مستعده يقعدوا مع بعض وبتاع ومش وراجعين من سفر وبتاع، بوظ كل ده ليه؟ عشان الاستاذ الاهلي خسر. موضوع مستفز جدا جدا، ومش بس نتاجه كده، بل ابنك هيبقى زيك، ابنك هيعمل زيك. عشان انت مصدر الوحيد للمعلومات عنده دلوقتي. هو ما خرج بيخرجش بره البيت، هو بيشوفك انت قاعد في البيت، يا بابا انت ايه اللي مضايقك؟ الاهلي خسر يا ابني. هو خلاص بالنسبه له الاهلي خسر، ده بقت فهو كارثه. الاهلي خسر، فبيشوفك كارثه. بيشوفك بتعمل ايه، فهيعمل كده اما الاهلي يخسر او الفريق بتاعه اما يخسر. فهيبدا بقى تتوارثها للاجيال بعد كده. بعد كده اي حد هيتجوز في العيله عندك مراته هتهرب منه اول ما الاهلي يخسر. اه طب على ايه؟ طيب انت كده ما استفدناش حاجه اما الاهلي خسر، ولا لما يكسب هتستفدت حاجه، ولا لما خسر استفدت حاجه. دكت على البيت على الفاضي. برضو حاجه من الحاجات اللي بتاثر على الموضوع دوت، برضو من الحاجات اللي بتاثر كده ضغط الفلوس، الضغط الضغط النفسي المادي والمادي. عموما. بالظبط، الضغط النفسي والمادي اللي هو انت في اهل او في اب وام بيعايروا ابنهم بمصاريفه. انت عارف يعني ايه واحد يعني بيقول لابنه انت عارف انا صارف عليك كام؟ يا عم هو ماله؟ ما هو انت انت مجبور انك تصرف عليه. ما هو انت مخلفه ليه طيب؟ ما مش فاهم. ما اصل انت مخلفه عشان يكبر، عشان يبقى بني ادم، عشان يتعلم. يا اما بقى ما تعلموش بقى وسيبه ويطلع كده. اصل انت بتعايره بايه؟ ده مش اوبشن. انت طالما اخترت انك ربنا يعني انت ربنا كرمك باطفال ويبقى عندك عيله بمعنى اصح، دي ضربتها مش قليله، ولا نفسيا ولا ماديا. ربنا اداك رزقهم على فكره. بالظبط. وهم اصلا اتولدوا برزقهم. انت ما بتدفعش حاجه من جيبك. كل الحاجات اللي بتزيد عليك جاي لهم هم. انت ومراتك كان ليكوا رزق، انت وعيالك ليكوا رزق تاني، انت وعيالك لما يكتروا ليكوا رزق تالت. فانت ما فيش حد في العيله عندك بيتضاف بيجي كده خلاص. ربنا ما بيعملش كده في حد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طالما جالك العيل او جالت لك البنت في حياتك، واتضاف ليك شخص بقى اسمه على اسمك، خلاص يبقى انت كده ربنا هيقدرك ان انت تشيل المسؤوليه دي. فما تعايروش بالحاجات دي، ما تعايروش، لان دوت رزق ليه ربنا حطه في ايديك، انت بتديهوله مش اكتر. اه بتعمل مجهود، احنا مقدرين مجهودك وبتعمل كل حاجه وبنستنكرش مجهودك، بس برضو انت ما تعايرش ولادك بحاجه هم ملهمش يد فيها. هم جايين الدنيا دول لسه لحد سن معين، انت هتفضل تصرف عليهم. فلحد السن ده ما تعايرهمش بقى، عشان بعد كده يقدروا يعوضوكوا بحب. يقدروا يعني بعد كده لما ربنا يكرمهم ويرزقهم، يعوضوا ده، يقول انا ابويا وامي عملوا ليا كذا كذا فبديهم عينيا. بحب مش بدين. بالظبط. انا بحس ان انا مديون لابويا، عليا فلوس لا معلش. ماشي، انت مديون له بخير وكل الكلام ده كله. مديون له ماديا، يحس ان هو مديون له ماديا. لا انا انت يعني، انت مديون له بالتربيه، مديون له بالحب والعطاء اللي هو بيديهولك، مش مديون له ماديا، مش هتقعد تحسب ده صرف لي اه كام ما وبتاع. في واحد عمل كده اجنبي على فكره. شاف ابوه صرف عليه كام لحد ما كبر وبقى قادر يصرف على نفسه، لا راح دول، مديله فلوس. دول دماغهم والله متكلفه يعني يعني. مش فاهم ايه ده. والمشكله انت عارف ايه؟ انا هربي ابني كده. او ابوه فرح جدا. ابوه فرح جدا، قال له ده انت لقطه. انت لقطه بجد. فانا مش فاهم هو ايه اللي حصل عشان يعمل كده هو، بس يعني ده برضو موقف يعني ما توصلش ابنك ليه، او هم تربيتهم كده ما بقى. تخليش ابنك يوصل لمرحله ان هو ازاي يفكر ازاي يسد دين المادي، مش يسده بحب. لازم تعلم ابنك الحب، يدي كل برضو حاجه بحب في البيت عنده. في حته التربيه دي دايما، برضو حته دايما ببص فيها ان انت تكون قدوه لاولادك. يعني احنا في زمن بقى فيه انعدام القدوه، خصوصا في قدوه في الاهل.
دايما هتلاقي ابنك بيدور على القدوة بره، دايما على السوشيال ميديا وبياخد قدوة يعني، او بياخد ناس على السوشيال ميديا قدوة بشكل مغزي يعني. هو خلاص هو مش شايف غير ده قدامه، او اي حاجة عموما في حياته. اي حد هو مفتقد لده في البيت، فبيبتدي ان هو يدور عليه بره. فانت اكتر حاجة لازم تركز عليها في حياتك ان انت خصوصا من وانت شاب صغير، يعني مش هقول لك يعني لما تتجوز او لما تخلف، لا، من وانت صغير من دلوقتي انت ربي نفسك ان انت تكون قدوة لاولادك. على كده عود نفسك. انا عايز ابني يصلي، عود نفسك على الصلاة. انا عايز ابني يكون محترم، كون محترم وسط الناس. عايز ابني يكون بالصورة ديت، كون انت الصورة ديت. وري ابنك الحاجات اللي انت عايزه يعملها بالافعال بتاعته. بالظبط، هو بيطلع بافعالك اصلا. اه هو بكلامك انت طول اليوم بتقعد تنصح فيه وتزعق وتعمل وتقول. هو الطفل عايش طول حياته بياخد نصايح، ما بيعملش بيها او بيعمل قليل منها. بيعمل بايه؟ بيعمل بالافعال. بان ان انت قلت له يعمل، عملت قدامه كذا او التصرف دوت، هو هيعمل زيك. بالظبط. تصدقت قدام، هو اتزرع جواه سلوك الصدقة. صليت وتعبدت، تعاملت كويس، بترد بردود محترمة. بنشوف يعني أبسط حاجة دلوقتي لازم الأهل بيعلموا العيال الشتايم. مش بيعلموهم بشكل واعي، هو هو بشكل بيشتمهم. كوميدي بقى، لا بشكل كوميدي، ماسك ابنه وشايله كده، يلا اشتم عمه. يلا اديله اشتم، بالقلم. اديله بالقلم، يلا مش عارف ايه. وتلاقي هو بقى بيقول له يا كذا وهو بيشتم معاه. طب انت ما هو وبتضحك، ما هو الموضوع مش المشكله ان هو كوميدي. هو هيكبر بقى هو بعد كده. خلاص هو بقى كده. مم. تيجي تقول له احترم الكبير، اعمل ايه؟ ابويا ما علمنيش كده والله، ما اتعلمتش كده في البيت. انا كنت بدي عمه بالقلم وبشتمه وكان بيسكت. بالظبط يعني انت. انت بقى بعد كده يعني ربنا يكرمك وبالكنترول على الحاجات دي، بس احنا دلوقتي بنتكلم كأب وأم. انت بتربي الأطفال ازاي؟ مش الكبار. ما الكبار هيتعلموا بعد كده، بس انت هتفضل مستنيه لحد ما يبقى كبير ويفضل يقع ويقوم ويقع ويقوم وانت قاعد بتتفرج وما بتعملوش اي حاجة. هيقوم لوحده. ما ده بيخليه، عارف انت لما تقول لحد انت سابق سنك، اه ده بيبقى متساب، ده بيبقى اتلطش، فاهم؟ وانت بيبقى متساب لدرجة ان هو ابوه او امه ما يعرفوش عنه اي حاجة، فهو بيبدأ يتعلم اللي هم المفروض يعلموه له من من بره. التطبيش. انت على وللاسف فكرة هو ده بقى مطلوب، هو ده مطلوب برضه، بس لفترة مش يعني لفتره لليميت معين. لليميت، مش لفتره معينه او لليميت معين. في حدود معينه انت اللي رسمها له. يعني انا رسمت لك الحدود ديت، هسيب نفسي، هسيبك فيها. مش هسيب لك الحبل على البحر، لا، ما ينفعش تسيب له الحبل هسيب على له البحر. الباب مفتوح خالص كده. بالظبط. هو جواه غرائز وجواه فضول، عايز يجرب كل حاجه في الدنيا، ما جربش اي حاجه. بالظبط. فانت لما تسيب له الباب مفتوح هيجرب بلاوي. وما تقفلش الباب هو مش خالص. مدرك، هو ما يعرفش ان هو بيجرب حاجات غلط. بالظبط. وبرضه ما تقفلش الباب ما خالص عليه. تقفلش الباب لان خالص. في لان ناس انا هو بشوفها، يعني في سن، مش هقول في سننا واكبر مننا كمان، ما عندهمش اي حاجه، ما عندهمش شخصيه، ما يعرفوش يتكلموا خالص. مقفول عليه طول ده حياته. ليه بقى؟ بالظبط، ده ليه؟ لان هو مقفول عليه بشكل كمان مخيف. يعني يعني سيب ابنك يخرج يلعب مع اصحابه، لا، خايف عليه لحسن العيال يعلموه كذا كذا كذا. ما هو انت ابنك لازم يعني انت هتسيبه يخرج والعيال هيقولوا له هيعملوا له، بس لما يجي يخش لك انت بقى هتوقف الموضوع ده، هتفهمه ده ما ينفعش، ليه حاجات ليها حدود. هو جرب وانت قلت له بقى ده غلط وده صح. بالظبط. فهو بعد كده بقى عارف الصح وعارف الغلط، وهو اوريدي او جرب الغلط قبل كده، او جرب التجربه، عاش التجربه كامله. فهو بقى عنده خلاص وعي ذاتي كده جواه، طالع هو عارف الصح والغلط. بالظبط، مش محتاج ان هو يقعد بقى يقع ويقوم. والاهم من ده عنده شجاعه التجربه، مش خايف من المجتمع لما بيتحط لوحده وهو عنده مسؤوليه. هو كطفل، في اطفال عندهم مسؤوليه جميله جدا. انت اصلا انت كأب وأم يعني كناس من سننا لسه هيبقوا آباء وأمهات، انت محتاج يبقى عندك شجاعة اصلا. انت بعد كده انت اللي هتاخد القرار. فتخيل انت تطلع من البيت ما بيدكش فرصة، ما ادكش رفاهية ان انت تختار اصلا، فهتاخد انت القرار ازاي؟ هتعلم ابنك ياخد قرار ازاي انت ما خدتوش؟ مم. فانت بقى انت ما بتربيش ابنك لوحده، انت بتربي العيلة اللي تحتيه كلها، هو وولاده ومراته كمان يعني. فتخيل انت مش عارف تاخد قرار، مين اللي هياخد القرار طيب؟ اما انت راجل ومش عارف تاخد القرار. فانت برضو محتاج تبقى لين شويه، تفهم ابنك ان انت عادي ترجع لي في اي وقت، ناخد قرار مع بعض. اتعلم تاخد دي كذا، ارميه، سيبه يضبش. بس في الحدود اللي انت راسمها له. بالظبط، سيبه يضبش زي ما قلنا في الاول، ما تسيبوش عايم اللي هو كده، تسيبه في النهر وهو بيروح كده وبيروح كده وعمال بيروح، لا، حطه في وسط حاجه معينه واديله الحدود وقول له خد ضبش، اتعلم اللي هو، لان هو مش هيتعلم حاجه غير بالتضبيش، لازم هيضبش عشان يتعلم.
بس فدي نقطة برضو كنا احنا يعني كانت بالنسبة لي كانت من أخطر النقط اللي موجودة في العائلات عموما يعني. وفي برضو حاجة احنا محتاجين نفهمها، ان هو ازاي تبقى أب حازم وازاي تبقى أب مسؤول أو مسيطر. ايه الفرق بينهم وايه أصلا يعني ايه؟ انت انت ازاي تبقى كده وازاي تبقى كده؟ انك تبقى أب حازم يبقى عارف ابنك ان انت قادر تاخد القرار في أي وقت، يبقى الكلمة ليك انت. انك تبقى اب مسؤول نفس الموضوع. انك تبقى اب بقى الاجريسيف اللي هو بيحاول يفرض سيطرته بخنقة ابنك وخلاص. يا بابا انا هخرج مع اصحابي شويه، لا. طب ليه لا؟ سيبه يخرج. هي فرض شخصية. هو لا خلاص. هي لا. طب ليه لا يا بابا؟ مفيش لا والله، هو كده. خش يلا نام. اصل اهلي خسر. انا مزاجي مش مزاجي مش رايق والله. طب بابا هروح اقعد عند خالتي شويه. لا لا، مش النهارده. طب ليه مش النهارده؟ والله هو كده. عايز اروح النادي، خش ذاكر. تحس ان انت، انا بعترض، يعني انا بعترض وخلاص. اعترض في الغلط. لكن لما ابنك محتاج الترفيه برضه، ما انت محتاج توريله ان انت مش كل حاجة مرعبة. لا، انا هديك انت تاخد الاكشن شوية معايا. يعني هسيب لك الحبل، انت تاخد القرار. عايز تلعب خش اخرج العب، بس خلي بالك من كذا وكذا. اوعى تقول زي العيال دي، اوعى تعمل زي العيال دي. الحدود اللي احنا بنقول عليها تخرجه بس بحدود. نفس الموضوع، انت طول ما ابنك طالع من عندك متربي بره مش هيتلمس. لو ابنك طالع من عندك مبهم، اي حاجة هتخش له. بس صح. فهي دي النقطة اللي هي انت بتعلمه التوازن. تعلم توازن بين ان انت تبقى مسيطر، وبين انك تبقى ما بتربيهمش على الخوف، انت بالظبط انك تبقى بتربيهم على الثقة. مجرد بس ان انت شديد وحازم. الشدة اللي هو قبل ما يفكر يعمل غلط، هو عامل حساب ان في لا ده ممنوع. ان انت مش هتسكت له، ان انت توقفه عند حده، فهو بيعملش كده. هو برضه لسه صغير، لسه مش قادر ان هو يمنع نفسه عن الحاجات ديت حتى لو عارف ان هي غلط. بالظبط. فهي دي الشدة اللي هو لازم يكون في حساباته. لان الانسان عموما لو ما حطش في باله ان في حد هيحاسبه، هيبوظ الدنيا. هو انت لازم. انت محتاج تحط له قواعد، بس قواعد بحدود، وبتشرحها له. تقول له انا حاطط لك القواعد دي عشان كذا كذا، مش عايز اخنقك بس انا خايف عليك. تقول له لا على حاجة بس بعدها تحضنه. تفهمه ان انا ما بقولش لا عشان لا وخلاص. انا بالظبط. بقول لا عشان خايف عليك. الطفل محتاج حدود، ومحتاج يبقى حد حاطط له دايما ليميت. بس الحدود دي بتبقى مبنية على الامان مش على الرعب. بس احنا ممكن بقى ايه بس انا الموضوع كده. نختم بقى. لو نسأل الناس ليه، لو رجعت لطفولتك ايه الحاجة اللي ممكن كنت محتاج تسمعها من اهلك، وهل بتقولها لولادك دلوقتي او لا؟ او لما تبقى اب هتقولها لولادك ولا لا؟ والاجابة تبقى منطقية، عشان لو رسمنا ورود للعلاقة بتاع بيننا وبين ولادنا مش هنخلص. بس بالظبط. الإجابة لازم تبقى منطقية. بس شكرا. سلام.